وماشي بيها جابولي رقم 11 وهاتوا خد مع جابولي، انما تطلع كوره ضربه ركنيه، يخش احمد السيد ويحط رجله ويطلع كوره ضربه ركنيه. اذا المباراه مفتوحه وهجمه هنا وهجمه هنا، وهنشوف بقى بالظبط المدرب التركي بتاعهم النهارده وجوزيه هيعملوا ايه مع بعض. ضربه ركنيه لكايزر وعاليه في ايد على طول عصام الحضري، على طول عصام بايده، وهجمه من ناحيه اليمين والعكسيه وحلوه ومش اوف سايد عند رضا شحاته ناحيه الشمال، من اليمين الشمال من سيد عبد الحفيظ عند رضا شحاته، يلعبها على طول لابو مسلم وجilberto بيسندها. النهارده جilberto بيلعب بطريقه جديده، هو اللي بيخش من نص الملعب، لاول مره نشوف النهارده جilberto هو اللي بيخش من نص الملعب مهاجم ثالث مع رضا شحاته وخالد بيبو، انما سنتين ما جاتش معاه، انما جilberto يقطع مره ثانيه ويلعبها اماميه ويخش مطلعوها بره الملعب اوت، يطلعها رقم 5 باتريك. انما اول تكه كده شفناها لمستر جوزيه ان جilberto هو اللي بيزيد في العمق كمان مش على الطرف مع الاثنين الفراوده، ودي حاجه جديده بالنسبه لجilberto، وزاد مرتين فعلا انما سندها وتطول منه المرتين. توصل الكوره على طول لجوزيه او جوزيه رقم 8، وتتخطف وهجمه وخطر وجول خالد بيبو تجيله كوره اماميه يخطفها، وعشان يعني بتفكرنا بكره سان داونز خطفها وداس عليها، واللي حصرني كسرني بلغه خالد بيبو، احسن لاعب في مصر بيدوس على الكوره في ال 30 يارده الاخيره. السنتر هاب بتاعهم اللي ماركو بيرجعها، قام دخل بيبو ومع سيريل شاطها وخطفها من سيريل ودخل وببط رجله مش يعديها ما بين رجلين بريان بالوي اهو، محاوله من بيبو حلو قوي، دخل على الراجل نمره 4 سيريل شاطها فيه زي ما حضراتكم شايفين، كمل وحصله اهو وعلى طول يحطها. هدف جميل جدا جدا في الدقيقه 7 من الشوط الاول، يحرز بيبو هداف تاريخي بقى. على فكره دي الاهداف التاريخيه بنقول ساعات كده في الدوري العام هدف تاريخي وحاجات كده، في اهداف تاريخيه لحسام حسن على اساس ان هو عدى بيها المعدل الدولي، انما ده صاحب الاهداف التاريخيه للكؤوس الدوليه بالنسبه للانديه اللي هو خالد بيبو، سطر في بطوله الابطال تاريخ بالنسبه له، والنهارده هو اول تسطيره ليه وللنادي الاهلي في الدقيقه 7 يحط هدف جميل جدا من مجهود شخصي. على فكره زي ما حضراتكم شفتم هو اللي ضغط وهو اللي لخفن السنترات بتاعهم ماركو، وهو اللي دخل على سرير رقم 4 وخلاه يشاط الكره فيه واتصلحت له وعدى وحطها ما بين رجلين بريان بالوي زي ما حضراتكم شايفين. يبقى هدف نقدر نقول ده من تصميم وتنفيذ وكل حاجه خالد بيبو في الدقيقه 7. 1-0 للنادي الاهلي، وهدف بدري كده يريح كتير، ولكن قصاد كده لازم خط ظهر النادي الاهلي يعمل بقى ايه حذره، لان هم دلوقتي هيبداوا يفتحوا جوم اللي هم فاتحين فعلا من الاول، انما دلوقتي يبدا يزيد، والمباراه كده هتبقى حلوه جدا لانها مفتوحه وفيها كوره من الفريقين. ادي رقم 10 فيردريك يخطف الكوره وتروح لارثر رقم 18 وماشي بيها ماشي، وبيعملوا برضه نفس اللعبه اللي هتاخد وتصويبه وضربه مرمى للنادي الاهلي. بيعملوا للمره الثانيه كده لو حضراتكم تاخدوا بالكم معايا، بيتقدموا من نص الملعب وفي واحد ثابت على حدود منطقه 18 بيعمل هات وخد، عملها النبادي ارثر رقم 18 مع شون بروال رقم 9 سنتر فيرود، ويلعبها كده عاوز يحطها بليسنج تبقى فوق ضربه مرمى للنادي الاهلي. ضربه المرمى للنادي الاهلي، وكل كايزر رجع في نص ملعبه ومعاه كمان النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي بيضغط قدام كمان، وادي عصام الحضري بيشوط كويس ضربه المرمى يلعبها اماميه تسقط لجilberto، وده كلمه السر النهارده الصراحه جilberto، يعني نشوف النهارده ان معمول له طريقه جديده بالنسبه للعب، هنشوف. تتقطع كوره وتروح لارثر جنوب كايزر،
ويقطعها احمد السيد وتروح لابو مسلم لجلبرتو على طول من لمسه واحده تروح لوائل، ووائل لحسام غالي، وحسام غالي بينيه لبيبو، بيبو نفس اللعبه انما النوبه دي بقى حصلوا الاثنين، دخل سيريل وماركو، وادي المدرب بتاعهم بقى بيقول لهم ايه الحكايه الحته دي، الراجل ده هياخدكم كل مره ولا ايه؟ خد واحد، انما النوبه دي بقى سيريل داخل عليه بغيظ بقى، بغيظ ايه اللعبه اللي فاتت وخطفها منه. يبقى الجبهه اليمين اللي هيبقى فيها خالد بيبو وسيد عبد الحفيظ هي اللي نشطه لغايه دلوقتي، والجبهه الشمال احمد مسلم وفيها جلبرتو. انما اللي مساعد خالد بيبو ايه؟ اللي مساعد خالد بيبو ان في مساحات فاضيه كبيره ما بين السنترافات، بيلعبوا 4-4-2، فدي بتبقى حلوه جدا لخالد بيبو صاحب المهارات والسرعه. تتلعب الكره ناحيه شمال، انما برافو يخش وائل جمعه ويطلع الكره بره الملعب اوت في نص ملعب نادي. تتلعب لماركو الباك الشمال، ماركو يلعبها لفريدريك في نص الملعب، تروح ناحيه الشمال هنا عند 18 ارثر. ماشي ارثر بنفس اللعبه برضه بيلعبوا هات وخد في الحته 18. لازم النادي الاهلي هنا ياخد باله، بيمشي رقم 11 جابو بولي وشون بروال بيعملوا صداده بمعنى صح للراجل اللي جاي من نص الملعب، بياخدها وظهره للمدافع بتاع النادي الاهلي وبيعمل هات وخد. دي عملوها كذا مره في ال10 دقائق اللي فاتت، وفات كده على ساعتنا كده 10 دقائق، واصبحت النتيجه بتقدم النادي الاهلي بهدف جميل من صنع خالد بيبو في الدقيقة 7. مجهوده وصنعه وحرفنته وتفكيره وكله خالد بيبو. تتلعب رمية التماس رقم 6 إيزاك يلعبها، يخش أحمد السيد اللي ماسك رقم 9 على طول شون بوروال ويطلع كرة بره الملعب اوت. رمية التماس لكايزر تشيفز هيلعبها إيزاك رقم 6، عاوز يلعبها زي الضربه الركنيه انما يلعبها قصيره ويخش على طول وتطلع الكوره ضربه مرمى من رقم 9 شون بروال. المدرب بتاعهم محسن ارتجال من تركيا، ما لحقش يقعد على الدكه، لقى جول على طول. وشكل النادي الاهلي النهارده يختلف تماما عن مباراه فيستاك طبعا، ورب لان طبعا النهارده الملعب مش مستعد غير لاداء جميل، وفعلا اداء جميل يختلف تماما وبدايه كويسه جدا. وحضراتكم تلاقوا في انتعاش عكس بدايه فاستاك، كان في اجهاد على اللعيبه وكان في بطء وكان في ثقه، انما النهارده في تحفز، في انطلاق، في تمرير من اول لمسه، في فكر في المباراه. الناحيه اللي هناك فيها خالد بيبو، في اختراق من جلبرتو في النص، في ثقه في خط الظهر، بيقابلوا فريق برضه بيهاجم وراح ووصل اهو. ادي كره تروح لشون بروال وينام على طول، برافو احمد سيد ويقطع، يخطفها النادي الاهلي. في ميزه في النادي الاهلي النهارده لما بيخطف بيمرر على طول، تروح الكوره لسيد عبد الحفيظ، يخش ماركو ويطلع الكوره بره الملعب اوت. رمي التماس للنادي الاهلي، يلعبها حسام غالي لوائل، وائل جمعه يغير اتجاه اللعب من اليمين للشمال لاحمد السيد. احمد السيد يلعبها اماميه لرضا شحاته ناحيه الشمال هنا، رضا يلم والحته دي بتاعته ولمها وضغط علينا، معدى من واحد ويخش على طول إيزاك يشوط تخبط في زميله، انما اللاين زمان بيقول رمي التماس لكايزر تشيفز. يبقى النهارده رضا شحاته بيجي ناحيه الشمال وخالد بيبو بيروح ناحيه اليمين، واللي بيخترق في العمق مين؟ هو جلبرتو. عشان حضراتكم تشوفوا جلبرتو راس مثلث هو اللي بيخش في العمق، والناحيه اليمين فيها خالد بيبو مع سيد عبد الحفيظ، والناحيه الشمال فيها رضا شحاته مع احمد ابو مسلم. ادي كوره بيخش بيبو عشان يقطعها جلبرتو. ماركو جوزيه لماركو مره ثانيه، سابها لجون بروال، يلعبها لفريدريك في نص ملعب النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين، 3 4 5 نقلات زي ما حضراتكم شايفين، واختراق كده بتمريره رقم 10 فريدريك، انما تتقطع وفاول وضربه حره مباشره غير مباشره، رفع ايده الحكم الليبي الشقيق عبد الحكيم الشلماني. عادل مصطفى بيثبت اقدامه من مباراه لاخرى، بيلعب النهارده مكان هادي خشبه ومكان ابراهيم سعيد في نص الملعب لاعب ارتكاز،
وادي مستر جوزيه كان قايم بيدي تعليماته. المباراه هديت شويه، بنلعب في الدقيقه 14 وداخلين في الدقيقه 15 والنادي الاهلي متقدم بهدف لا شيء. انما انتشار الفرقتين زي ما حضراتكم شايفين فيها فكر مدربين كويس وفيها تصميم لكلا الفرقتين عاوز نجيب اهداف. وهنشوف عموما وتتقطع كوره الجبهه اليمين الحلوه بتاعت النادي الاهلي حسام غالي، انما يخش على طول سيريل ويطلع كوره بره الملعب. حسام يلعب الكوره على طول لرضا شحاته، اتنقل من اليمين للشمال هناك. ميزه النهارده النادي الاهلي الاثنين فراوده بيتحركوا حسب اتجاه اللعبه، وانما يخش ماركو ويقطع ومصفر عبد الحكيم الشلماني فاول على ماركو، ضربه حره مباشره احسن من الضربه الركنيه. شايف انا جilberto راح لها عشان يلعبها برجله الشمال. ادي رضا شحاته بيلف وعدى وخد الفاول اهو، فاول فعلا جامد. ضربه حره مباشره للنادي الاهلي احسن من الضربه الركنيه. وشايف انا خط ظهر طلع بتاع النادي الاهلي اكتر من واحد، فاضل هادي خشبه بس وعادل مصطفى. والهدف اللي يجي دلوقتي يريح تماما. وائل جمعه بيقول له انا فاضي اهو، وتتلعب حلوه 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 بالبوكس، يطلع حارس المرمى يسقطها كده بريان، انما بذكاء كده على طول حسام غالي يقلبها فوق العارضه وتبقى ضربه مرمى لنادي كايزر تشيف. كان عاملها حلو قوي، فيها فكره دبل كيك قبل ما يرجع بريان، انما تطلع فوق العرض. ربع ساعه من زمن الشوط الاول من لقاء النادي الاهلي مع كايزر تشيفز في لقاء السوبر بين النادي الاهلي بطل ابطال الدوري وكايزر تشيف بطل ابطال الكؤوس. جilberto عادل مصطفى تتخطف وتتلعب على طول لرقم 10 فردريك. نحط عينينا على رقم 10 وهو العقل مفكر بتاعهم. رقم 10 ده اللي بيجي من خط الوسط هو العقل مفكر بتاعهم. اتوجه اهو وماشي ومن على خط المرمى ويجيب منها رمي التماس. رمي التماس لكايزر تشيفز، ورقم 10 ده لازم يتمسك لان هو العقل المفكر بتاعهم. يلعب رمية التماس وتروح له مره ثانيه يلعبها تخبط في جilberto وتطلع بره الملعب. شاهد المدرب بتاعهم اهو قايم اهو، محسن ارتجال من تركي، وتتلعب رمية التماس داخل المنطقه للنادي الاهلي وتعلى كوره ويطلع عصام الحضري يمسكها. في حاجه هنا بقى لازم خط ظهر النادي الاهلي ياخد باله قوي، لان هم بيلزقوا في المهاجم بتاعهم والمهاجم الثاني بيحاول هو ياخده في ظهره على اساس ان هو يمرر لحد جاي من النص. فلازم خط ظهر النادي الاهلي ياخد باله قوي من اللعبه دي، لان انا شايف هادي خشبه ووائل واحمد السيد لازقين ورا الفراوده، والفراوده مش عاوزه تلف، هي اللي بتلف في الكوره. تتلعب رميه التماس وادي خالد بيبو يلم ومره ثانيه تطلع بره الملعب. او ده حسام غالي ورمي التماس، والسيد عبد الحفيظ بجوار رايه ركنيه زي ما حضراتكم شايفين. يلعب رميه التماس وتروح له مره ثانيه يلعبها ارضيه برازيليه تتقطع وتتلعب طويله. احمد السيد يقطعها ايزاك بره الملعب. اول رمي التماس للنادي الاهلي. ابو مسلم هدي اللعب شويه، يلعبها لجilberto لابو مسلم مره ثانيه، يعليها ابو مسلم مش لحد، انما جilberto يعمل فاول وضربه حره مباشره لكايزر تشيفز. رقم 5 باتريك، وادي البدلاء اهو. على فكره الفرقه دي نزلت سخنت قبل البدايه بساعه الا ربع، يعني عندها حمى البدايه جامد. وبرضه النادي الاهلي نزل سخن وعمل اطالات، انما هم سخنوا فتره طويله، فهم يعني يبدو ان هم واخدين ان هم يسخنوا فتره طويله وعملوا جميع انواع الاطالات وجميع انواع السرعه في حوالي اكتر من 30 دقيقه. تتلعب الكوره يسحبها ثابو موكي وبره الملعب اوت رمي التماس. تتلعب رمية التماس، انما خلاص هم حضنوا الجبهه اليمين دلوقتي بتاعتهم اللي كان اختراقها خالد بيبو وحسام وسيد عبد الحفيظ، خلاص قفلوها كويس دلوقتي. فالنادي الاهلي لازم يغير بقى على الجبهه الشمال اللي لسه ما استخدمتش لغايه دلوقتي. تتلعب الكوره ويخش هادي ويقطع ورفع رجله وفاول وضربه حره غير مباشره على النادي الاهلي. يعني دلوقتي واضح جدا ان كايزر تشيفز
سد الحته اللي فيها سيد عبد الحفيظ وحسام وخالد بيبو. تتلعب الضربه الحره الغير مباشره وتخبط في جilberto وتتحول ضربه ركنيه. ادي المدرب بتاعهم بيبدا اهو بيشخط، يعني تركي بقى سخن فبيشخط فيهم من بدايه كده واحنا في الدقيقه 19 والنادي الاهلي متقدم بهدف لا شيء احرزه خالد بيبو في الدقيقه 7. ضربه ركنيه وهدف. لسه بقول لحضراتكم بيجوا من الخلف للامام وما كانش مراقب اللاعب، هنشوف رقم كام، وبيعملوا كده حكايه كده رقم 9 شون، ودخل في نص دفاع النادي الاهلي رقم 4 سيريل. شوف هنشوفها مره ثانيه، مش مراقب خالص، اتلعبت الكوره وادي داخل اهو الراجل من الخلف للامام، والسنتر هاف بيعوض الغلطه اللي غلطها وخطف منه خالد بيبو الكوره. ادي بتتعاد مره ثانيه اهو سيريل رقم 4، شوف جاي من الخلف للامام ومفيش وغير مراقب، ويحط الهدف التعادل في الدقيقه 20. في الدقيقه 20 من الشوط الاول يحط سيريل السنتر هاف اللي كان اترقص من خالد بيبو وجه منه الهدف. 1-1. تتخطف الكوره وياخدها ماركو مره ثانيه، وفي كده نشاط ملحوظ هجومي لكايزر تشيفز، لازم النادي الاهلي ياخد باله. ماشي ايزاك، شوف الانطلاقات من غير كوره، بيستلموا الكوره من الحركه. يعني حضراتكم خدوا بالكم كده بالنسبه، ادي اهو مستر جوزيه بدأ عليه القلق لان هم بقول لحضراتكم بيستلموا الكره من الحركه مش في الرجل. شوف حضراتكم وادي تصويبه وضربه مرمى للنادي الاهلي. سابو موكي رقم 12 لاعب خط الوسط هو اللي شاط الشوطه دي، وضربه مرمى للنادي الاهلي. 1-1 بعد 20 دقيقه من ضربه ركنيه زي ما حضراتكم شفتم. يطلع سنتر هاف سيريل الغير مراقب ويحط هدف التعادل. تروح الكره لهادي خشبه، نشاط ملحوظ هجومي لكايزر في نص الملعب. نص ملعب النادي الاهلي بدا يبقى اقل عدد افراده اقل من عدد افراد لعيبه النادي كايزر. لازم مستر جوزيه يفك اللغز ده دلوقتي، لان فعلا هم اللي سيطروا على نص الملعب دلوقتي. وادي على طول جابوا ماشي ويلعبها لفردريك رقم 10 تخبط في هادي ويطلعها احمد سيد بره الملعب. مطلوب ظبطه ملعب كده من مستر جوزيه في اللحظات دي. في الدقيقه 22 بقى لهم 5 6 7 8 دقايق ماسكين منه نص الملعب، والراجل بتاعهم هو اللي بيقوم ومش عاجبه كمان اللي هو المدرب بتاعهم محسن التركي هو اللي بيقوم. الملحوظه بتاعتهم النهارده ان هم في نص ملعب مسكوا نص الملعب وبيلعبوا من الحركه. وهنشوف مستر جوزيه هيظبط ازاي. ادي ماركو يلعبها ساقطه داخل منطقه 18 اهو، يمسكها عصام الحضري، يشوط عصام، باتريك يطلعها على جنب، رمي التماس للنادي الاهلي. جilberto بره ثانيه مره ثانيه رمي التماس. رضا شحاته بيعدي وياخد فاول وضربه حره مباشره على ارثر زواني. وادي مستر جوزيه اهو كابتن طارق سليم، وخط وسط النادي الاهلي عاوز يبقى فيه كتره عدديه لان هم اكتر في نص الملعب، عشان كده ماسكوا نص الملعب بقالهم 10 دقائق. خالد بيبو وضربه حره مباشره تتلعب على ارضيه تتقطع تروح لابو مسلم ويلعبها بينيه، انما تخبط وتروح لفردريك ياخدها خالد بيبو. رضا شحاته عاوز يلعبها لنفسه انما يقطعها سابو موكي يلم الكره رقم 11 جابو ويلعبها. شوف حضراتكم على طول بيلعبوا كره اماميه، انما برافو يقطع هادي خشبه ويلعبها في نص الملعب عادل مصطفى، وعلى طول لسيد عبد الحفيظ وماركو. سيد عبد الحفيظ وماركو يخش ماركو الباك الشمال ويطلع كوره بره الملعب اهو. رمي التماس للنادي الاهلي اللي صحصح مره ثانيه اهو،
وبدانا نشوفه في نص ملعب نادي كايزر تشيفز بعد هدوء، بعد ما احرز هدف التقدم بالنسبه له، وتتلعب رميه التماس لحسام وضربه ركنيه، انما بيقول خبطت في حسام غالي قبل ما تطلع، وتبقى ضربه مرمى لكايزر تشيفز. الفرق في الاداء دلوقتي بين الاهلي وكايزر تشيفز ان كايزر تشيفز نص ملعب فيه كثافه عدديه، علاوه على انهم بيلعبوا الكره مش في الرجل، بيلعبوها في واللاعب بتاعه متحرك، ودي سمه الكره الاوروبيه. ماركو يلعبها اماميه، يخش وائل يقطع ويكمل عليها بره الملعب او ترمي التماس لكايزر تشيفز. اهو شفتوا بدا عادل مصطفى هو يمسك رقم 10 فيردريك. شوف الصوره، رغم ان احنا هنا فين في اعلى نقطه والصوره مفتوحه مش مركزين، لما نشوف المخرج اهو ابراهيم مبارك جاب على طول رقم 17 عادل مصطفى، على طول خد واجب انه يمسك رقم 10 اللي هو كان هايج في الملعب، وهو صانع الالعاب بتاعهم رقم 10 فيردريك. ضربه حره مباشره للنادي الاهلي، وائل جمعه يلعبها اماميه، سيريل اللي جاب الهدف يلعبها بدماغه لماركو، ماركو لسابو، ولا زال النادي الاهلي مركز على الجبهه اليمين اللي هناك، وادي رضا شحاته ويفتح اللعب حلو خالد بيبو، يصطاد خالد بيبو ويلمها ويلعبها مشتركه مع وائل جمعه وتتخطف وتبقى هجمه مرتده لنادي كايزر تشيفز. جابوا بولي من ويلعبها لفيردريك اللي جابه وماشي وعاوز يشوط وعاوز يشوط وما حدش بيقابله وشاط ويمسكها على طول عصام الحضري. وائل ماركو يقطع ويلعبها مره ثانيه، نشوف الاستلام براحته ازاي، جابوا بولي ويلعبها على طول في نص الملعب. هنا نص الملعب هم مسكينه كويس قوي. ارثر زواني وفي زقه كده من رقم 9 جون بروال، وضربه حره مباشره للنادي الاهلي. المباراه مشت بعد 12 13 دقيقه على عكس بدايه النادي الاهلي اللي كان ماسك كوره ومتفوق واحرز هدف. بعد كده كايزر تشيفز مسك الملعب وهاجم واحرز هدف من ضربه ركنيه. لسه النادي الاهلي بيحاول اهو، كان اول ما نزل كان بيلعب كره سريعه، وكان في اختراق من جilberto في نص الملعب، وعلى طول سددوا هم الجبهه اليمين بتاعتهم اللي فيها سيد عبد الحفيظ وحسام غالي، وكان بينضم معاهم خالد بيبو، ومسكوا نص الملعب وبداوا يهاجموا اكتر عن طريق رقم 10 ده فيردريك اللي اتقطعت منه الكوره اهو. هنا بقى عاوز سرعه في اداء النادي الاهلي. سيد عبد الحفيظ ولم الكوره وماشي، لم الكوره ماشي وماشي ويلعبها بينيه تروح لحسام غالي، وفي رايه وفي صفاره، ضربه حره غير مباشره على النادي الاهلي. بتتعاد اهو على مهلهم. بقول لحضراتكم النهارده لازم يطلع في فائز لو انتهى اللقاء بالتعادل، في نص ساعه على شوطين لو انتهى الوقت الاضافي في ضربات ترجيح. اذا تضييع الوقت ما هوش مطلوب ومالوش معنى، انما هم بيهدوا اللعب دلوقتي. ادي بريان بالوي حارس المرمى بتاعهم هيلعب ضربه حره غير مباشره، يلعبها اماميه وداخل عادل يقطعها وتروح عند سابو. وائل جمعه رقم 10 اخطر واحد فيهم فيردريك، لما عليه جilberto وعادل مصطفى في النص، انما هم ماسكين نص الملعب لانه بيتحركوا، اللي معاه كوره بيلاقي اكتر من لعيب بيتحرك فبيداله في وقت مظبوط. ادي ايزاك وبره الملعب اوت. رمية تماس تتلعب على طول وتروح لارثر طرف اليمين بتاعهم، تتخطف ياخدها ابو مسلم وعاوز رقص تتخطف منه، انما في فعلا رايه وصفاره صح جدا جدا جمال الهواري لان زميله هو اللي زقها له، وضربه حره غير مباشره للنادي الاهلي. عصام الحضري هيلعبها، طلع بره منطقه 18 بتاعته، بيشوط كويس، وبدا جماهير النادي الاهلي هي استاد
القاهره عشان خاطر تصحصح نادي الاهلي شويه. وادي جilberto وخالد بيبو، ويخطف خالد ويرجع بالكوره. ماشي خالد بيبو الناحيه الثانيه حلوه قوي قوي مش اوف سايد، وحسام وهدف جميل 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 من صنع خالد بيبو، وفيها فكره جميله من خالد بيبو. ومن الناحيه اليمين برضو وحسام غالي يحط هدف جميل 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 جميل، هنقول جميل، هدف جميل جميل جميل. خالد بيبو بقول لحضراتكم الرجل التاريخي ياخد الكوره شوف ويلعب كوره حلوه قوي قوي للمتابع، ويحطها حسام غالي بدماغه زي ما حضراتكم شايفين، وعشان يحمر الملعب في الدقيقه 30 في بعد نص ساعه. حسام غالي في الدقيقه 30 من الشوط الاول الهدف الثاني الجميل، هدفين مقابل هدف كايزر تشيفز. انما صنع خالد بيبو وذكاء ومهاره العاب هوا من حسام غالي. 2-1 وتتلعب كوره وتسقط مره ثانيه، انما بعقل ياخدها. برافو عادل مصطفى، سيد عبد الحفيظ وسيد ماشي سيد. الجبهه اليمين بتاعت النادي الاهلي النهارده هي جابت هدفين رغم ان هم قفلوها، انما فيها ذكاء جميل جدا من مين؟ خالد بيبو. خد الكوره ولف وبعدين لمح في انذار لرقم 8 جوزيه، اول انذار في المباراه رقم 8 جوزيه. لمح حسام غالي واقف وفاضي ولعبها له بالمقاس، وحسام ما تفلسفش، استغلت مهاره العاب الهوا بالنسبه له وحطها على شمال بريان عشان يتقدم النادي الاهلي في الدقيقه 30 وينشط. انما الفرقه الثانيه برده ما هياش ساكته، ولازم النادي الاهلي بقى يقفل بقى خط نصه وخط ظهره، لان خط ظهره كايزر تشيفز هو اضعف خطوطه وضحت جدا. انما خط وسط وخط هجوم كايزر تشيفز فاهمين كرة كويس قوي قوي، وهم اللي عاملين الضغط. اما خط الظهر بتاعهم لو اي ضغط عليه على طول بيغلطوا. تتلعب الكرة لعادل مصطفى ويلعبها حلوه قوي، تخبط ما تمشيش معاه، انما كان عاوز يوقفها خالد بيبو، انما تخبط وتتخطف وياخدها جابو بولي ويلعبها تخبط في زميله ارثر وتروح على طول لاحمد السيد بمبدا السلامه يطلعها بره الملعب. اوت. رمي التماس لكايزر تشيفز. كده استرد النادي الاهلي مره ثانيه. ده المدرب بتاعهم اهو بعد ما يعني اتنطط شويه كده اهو بدا عليه الحسره، لان النادي الاهلي لو استغل، ده وجهه نظري الشخصيه، ضعف خط ظهرهم يعمل زي ما هو عاوز، لان خط الوسط بتاعهم وخط هجومهم فيها نوع من الفكر. هنا لو بيلعب كره سريعه اهو، ادي الكره تتنقل اهو وهجمه وخالد بيبو يلعبها لسامح حفيظ، انما يقطع ماركو عليه ضغط جامد جدا النهارده، يقطعها ويلعبها وتروح في نص الملعب. هنا نص الملعب ما يسابش ليهم ابدا زي ما حضراتكم شايفين كده، في مساحات بيمشي فيها كتير، وتروح الكره لجابو بولي وماشي بالعرض ويلعبها على طول لفيردريك. غيروا اللعب هناك لارسنال زواني وعكسيه يطلعها على طول وائل. هنا بقى السرعه في لو الاهلي سريع في التمرير هنا وما يغلطش يقدر يخترق ويعمل هجمات مرتده خطيره جدا، لان هم في الحته دي زي ما حضراتكم شايفين فاهمين كوره كويس قوي. تعبين النادي الاهلي من التمرير من الشمال لليمين والاختراق في العمق زي ما حضراتكم شايفين، تعبين النادي الاهلي. وان كان خط ظهر النادي الاهلي صحصح بعد الهدف، هنا النادي الاهلي لو صحصح في الهجمات المرتده تبقى حلوه. وادي اهو تتلعب الكوره لرضا وماشي رضا، انما عاوز فاول مش هيدي لك رضا حاجه، قام رضا وخدها ووراه ابو مسلم، انما مش معترف بابو مسلم برضو وعملها رامي التماس. هو عموما ادي جزئيه اهو، قام لان رضا بيلعب لوحده فعلا وراه ابو مسلم وعاوز مصمم ان هو يخترق، وصحيح اتشد انما الحكم ما ادالوش، اداها فاول عليه وضربه حره مباشره لكايزر تشيفز. لو رضا شحاته يبص لزمايله ويلعب هات وخد ويعدي بالكوره، بدل ما هو يعدي الكوره هي اللي تعدي مش هو اللي يعدي بالكوره، ممكن جدا يستغلوا مساحات الفاضيه اللي في خط ظهر كايزر تشيفز. تتلعب الكوره وتعلى، انما حضراتكم مباراه جميله ومفتوحه وفيها كوره من الفرقتين، وكايزر تشيفز مش فريق سهل، فريق فاهم كوره وعنده مهارات في نص الملعب كويسه، ولكن اضعف خطوطه خط ظهره. رمي التماس لكايزر تشيفز، هيلعبها باتريك.
ايزاك ورا لسيريل اللي جاب الجون، الى ماركو اللي عليه الضغط الكبير دايما انما صامد، وان كان اخطا مرتين واخترق النادي الاهلي جابها اليمين اللي هي دي. تتلعب الكوره عادل سيد عبد الحفيظ. شوف بدا هناك كم واحد بيخش على سيد بقى دلوقتي، اداله كده كوره من تحت ما بين رجليه، انما الحكم بيقول سيد زق اهو الحته اللي تعجب الجمهور على طول، انما مقفلينها كويس قوي. رامهم رقم 12 سابوا مع 13 ماركو مقفلين على سيد كويس قوي. تتلعب الكوره ورضا شحاته وايزاك وفاول ضربه حره مباشره حسام غالي اهو، قوه مع قوه. حسام من اللعيبه الاقوياء برضو، وجاي من ايه من الشمال اليمين هنا وخد فاول. واحمد السيد 35 دقيقه من زمن الشوط الاول، واصبحت النتيجه تقدم النادي الاهلي بهدفين مقابل هدف لكايزر تشيفز. تقدم الاهلي بهدف لبيبو بعد 7 دقائق، ثم تعادل كايزر تشيفز في الدقيقه 20 براس سريل من ضربه ركنيه، ثم اضاف حسام غالي هدف التقدم للنادي الاهلي من تمريره جميله من خالد بيبو وحطها بدماغه. هادي خشبه، احمد السيد يلعبها اماميه، يقطعها ايزاك وبرافو ابو مسلم يلحقها قبل تطلع اوت، يلعبها بالعرض انما يطلعها باتريك. تنزل الكوره لاحمد السيد ومصفر عبد الحكيم الشلماني فاول للنادي الاهلي. لغايه دلوقتي التحكيم اكتر من ممتاز وبيدي كل واحد حقه مظبوط. رايه وصفاره وضربه حره غير مباشره لكايزر تشيفز. النهارده احتياطي النادي الاهلي امير عبد الحميد ووليد صلاح الدين واحمد بلال وهشام حنفي وشادي وايفيلينو، يعني عنده بدلاء يقدر ينشط بيهم دفاعيا وهجوميا زي ما هو عاوز مستر جوزيه. هنشوف بقى ما بين الشوطين وهنلعب في الدقيقه 36 هل هيغير في خط وسطه، هل هيدفع بحد في خط هجومه. خط الهجوم كان بادي بدايه قويه جدا، ولكن مع الوقت لا انطلق جilberto في النص ولا عدى رضا شحاته، ما تعاونش مع احمد المسلم، ولكن المهارات الفرديه لرضا شحاته وخالد بيبو هي اللي مرجحه كفه الناحيه الهجوميه للنادي الاهلي. انما اللعب التعاوني في اول 10 دقائق. ادي سيد عبد الحفيظ ماشي وعدى ماشي وعاوز يخبطها في سيريل، انما تطلع بره تبقى ضربه مرمى للنادي كايزر تشيفز. بريان بالوي حارس المرمى هيلعب ضربه المرمى، يلعبها اماميه عامل زي عصام الحضري بيلعبها كويس قوي. يخش عادل مصطفى ويلعب على طول لسيد، وادي التمريره السريعه على طول لرضا شحاته وجاب منها ضربه ركنيه. اي تمرير سريع للنادي الاهلي في المساحات الفاضيه النادي الاهلي يعمل زي ما هو عاوز، انما خالد بيبو ورضا شحاته بيحاولوا ان هم يمشوا بالكوره، وكمان سيد عبد الحفيظ بيحاول يمشي بالكوره. اي تمرير سريع النهارده في المساحات الفاضيه اللي في خط ظهر والجناب بتاعه النادي كايزر تشيفز النادي الاهلي هيعمل زي ما هو عاوز. ضربه ركنيه وجilberto للنادي الاهلي هيلعبها ويلعبها عاليه، يطلع على طول باتريك عاليه قوي يلعبها بدماغه وتسقط لماركو بدماغه، يصطادها سيد ويلعبها اماميه، يرجع ماركو ويقطعها باك كويس قوي باك الشمال ده ويطلع كوره بره الملعب اوت. هو اللي عليه الضغط كله بتاع النادي الاهلي ماركو، وبيساعده سيريل ويخش معاه سابو رقم 12 كمان. انما الاهلي برضو لازال مصمم ان هو يخش في الحته دي وناجح في الاختراق، انما هم خلاص وعوا برضو الحته دي وبداوا يعملوا حلقه على سيد وعلى رضا او على بيبو او اي حد يجي هنا او حسام غالي، ووقفهم الضغط كتير عن بدايه المباراه. ادي ضيوف المهرجان النهارده، ونتمنى ان شاء الله ان جماهير النادي الاهلي اللي هنا واللي قدام الشاشه تسعد ان شاء الله بفوز واستلام كاس البطوله. يلعبها باتريك ويلحقها ايزاك ويلعبها بقلشه. هنا بقى السرعه،
هنا السرعه، ادي حسام غالي، حسام غالي يلعبها وحشه قوي رغم ان معاه اتنين، تتقطع كرة ياخدها ايزاك ويديها لجابو بولي. شوف الانطلاق بقى من غير كرة، انما برافو هادي يقطع. شوف بقى، عاوز حضراتكم تشوفوا نص الملعب بتاعهم اللي بيمسك كرة الانتشار ازاي. ادي ماركو يلعب على طول هناك اللي راح له شغل بروال، وطلع له ماركو عشان يوسع له، وماشي بروال يفتح في نص الملعب لفردريك ويغير اتجاه الملعب على طول لرقم 11 جابو بولي. وجابو بولي عاوز يعمل هات وخد وعدى ما عملهاش، انما ابو مسلم مش سايبه، ولسه ابو مسلم وجابو يتضغط على جابو، ترجع كوره لورا للعيب اللي بيساعدهم دايما وصانع الالعاب بتاعهم سابو او فردريك، ويغيروا اللعب من اليمين للشمال مره ثانيه تروح لماركو، وماركو يفتح اللعب هناك عند جابو والعرضيه وتعدي على طول. ابو مسلم اللي داخل مغطي يقطع ويديها لحسام غالي اللي جه ناحيه اليمين هنا يلعبها تتقطع، وماشي سابو والجبهه الشمال بتاعتهم اللي فيها ماركو هو بدا نشوفه في نص الملعب اكتر من مره، وتوصل الكوره لسابو موكي نفس الاداء، يفتح هنا ويجيب الكوره ناحيه اليمين مره ثانيه. جابه هو عاوز يعمل هات وخد معاه، انما اهو شوف حضراتكم بياخد الراجل في ظهره. هنا خطا كبير جدا من خط ظهر النادي الاهلي. السنترافات ده هي تعرف الحكايه ديت، هو بياخده وبيحجزه، لا اما بيعمل هات وخد لا اما بيلف زي ما حضراتكم شفتم. ودايما كان حتى في الاشبال والناشئين بيقول ما حدش يلزق في المهاجم اللي قدامه عشان ما يلفش بيه. على فكره دي كانت لعبه كابتن صالح سيم زمان، يلف بالسنتراف كده، ولعبه حماده امام، ولعبه مصطفى رياض، ولعبه الناس العاليين قوي اللي كانوا وشحته ورضا والناس دي، اللي يلف وياخد السنتراف في ظهره يلاقي السنتراف نفسه بره والتاني وش للجول. تتلعب ضربه المرمى و41 دقيقه من زمن الشوط الاول، ولا زالت النتيجه تقدم النادي الاهلي بهدفين مقابل هدف. تقدم النادي الاهلي في الدقيقه 7 بهدف لبيبو بمجهود شخصي، ثم تعادل كايزر تشيفز من ضربه ركنيه احرز سيريل بضربه راس في الدقيقه 20، ثم تقدم النادي الاهلي مره اخرى بتمريره من بيبو لحسام غالي وحطها بضربه راس جميله. تتلعب الضربه الحره مباشره للنادي الاهلي على حدود منطقه جزاء كايزر تشيفز، توصل لابو مسلم يلمها ابو مسلم يتضغط عليه، و ضربة مرمى لكايزر تشيفز. 100% مستر جوزيه دلوقتي خد فكرة تامة عن أداء كايزر تشيفز. أحسن خطوطه خط وسطه، وانتشار الاثنين راس حربة كويس معاه. الجبهة الشمال بتاعته الدفاعية أحسنهم ماركو، ورقم 6 إيزاك، مساعدهم ان النادي الاهلي مش بيلعب كره سريعه على الارض اول ما بيستلم. انتشارهم هم زي ما حضراتكم شايفين كده اهوت في نص الملعب، ما فيش الرقابه اللي تقدر تضغط هنا في نص الملعب. 100% مستر جوزيه في الشوط الثاني هيقول لازم في الحته دي في ضغط هنا اهوت، لازم ما يستلموش بسهوله زي ما حضراتكم شايفين كده اهوت، وتتلعب الكوره وتوصل لجابو بولي، وبروح رياضيه كده يطلعها بره الملعب اوت، عشان في لاعب من النادي الاهلي عادل مصطفى واقع على الارض وان شاء الله يقوم سليم. لغايه لما عادل يقوم المسابقه دي بقى لها 9 سنين، 7 مرات يفوز بيها ابطال الدوري، يعني زي الاهلي كده ان شاء الله يفوز النهارده، ومرتين فاز بيها ابطال الكؤوس. طبعا ضيوف النهارده حضراتكم شفتوا ضيوف في عيسى حياته والدكتور علي ورئيس اتحاد جنوب افريقيا. قام عادل وبروح طيبه برضو النادي الاهلي اداهم الكوره، وانت داخل الاستاد كده النادي الاهلي ادي عادل اهو اتعالج وهيخش، والحكم اداله الاذن ودخل. من اللعيبه كويسين بس عاوز نوع من السرعه، بيلعب في محيط ضيق ما بينطلقش قدام زي لعيبه خط الوسط زي ما بيحصل كده اهوت، انما لعيب مدافع في نص الملعب كويس ومهارته كويسه اهو، انما في نص الملعب واقف على طول في الدايره. تتلعب الكره اماميه لخالد بيبو. هنا بقى ممكن خالد بيبو يضحك عليه، وضحك فعلا عليه، وضحك عليه وضحك عليه وضحك عليه
مش ممكن، لسه برضو فيها خطوره عبد الحفيظ، انما ما فيش متابع. بقول لحضراتكم خط ظهرهم وحش قوي، وحسام غالي دخل بالجامد جوه، لان حسام غالي لو شفنا الكره دي تاني بيبو بيضحك عليهم، ولاعيب مهارته عاليه جدا في الانطلاق بالكره في ال 10 15 يارده، وهداه وراح منطلق منه ولعبها ارضيه، انما حسام مش واخد باله ابدا. لو حسام اخر نفسه نص خطوه كان ببطن رجله جاب جون الثالث وريحنا وريح الدنيا كلها. انما خالد بيبو الكرات القليله جدا اللي بتجيله وهو واحد قصاد واحد في منتهى الخطوره، عشان كده الاهلي لازم يستغله ويحطه مع اخر واحد هناك ويستلم يعدي زي ما هو عاوز. دقيقتين وقت بدل ضائع اهو بصلاح البري الحكم المصري بيعلن عنها، واحنا بنلعب دلوقتي في الدقيقه الاولى من الوقت البدل الضائع، والنادي الاهلي متقدم بهدفين مقابل هدف لكايزر تشيفز. انما شوف حضراتكم هداه وهوب راح واخده على طول اهو، ما فيش هتحصله فين. هنا بقى ذكاء الراجل اللي بره حسام، هنا بقى حسام هنا كان بقى هنا الذكاء والانطلاق واقول للصبح. انما خالد بيبو عمال اشوف ازاي هنا احسن لعيب في مصر بينطلق في ال10 ياردات الاخيره دي ويسيطر على الكوره مظبوط وسريع جدا في الحته دي. تتلعب الكوره وادي كرة عرضية، ووائل يطلع وعلى طول يصطادها فردريك، وبنلعب في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع، والنادي الأهلي متقدم بهدفين مقابل هدف لكايزر تشيفز. والشوط الأول جميل من كلا فريقين، وإن كان كايزر تشيفز بيقول أنا فريق برضه ليا مقاوماتي وللصبح، وتتلعب الكورة وهنشوف بقى الاثنين مدربين ما بين الشوطين هيغطوا الثغرات اللي موجودة في الشوط الأول ازاي. أدي سيد عبد الحفيظ، وهنا ما بنلعبش كرة سريعة، لو بنلعب كرة سريعة اهو يعدي للصبح، ادي رضا اهو ادي رضا، انما يحصله ويخش على طول ماركو تبقى ضربة ركنية. لو في هنا تمرير سريع خط ظهره مش هيشوف الا الكرة جوه الجون اهو. شوف حضراتكم اضعف خطوطهم خط الظهر بتاعهم، وعلى طول هو ده لو بص كمان ولعب على طول، انما ماشي رضا شحاتة احد عيوبه بيمشي برده، وعلاء ابراهيم كان بيمشي زمان. مستر جوزيه بيقول ايه الحكاية. ضربة ركنية للنادي الاهلي تترفع عاليه وحلوه ويطلع بالبوكس نفس الغلطه الاولانيه، وتتلعب مره ثانيه ويلا وائل، واتزحلقت من على دماغ وائل جمعه اهو. لازم تتزحلق هو حالق خالص. شوف الراجل تاني مره يطلع بريان بولي ويغلط، وهنا برضو بذكاء تتلعب الكره عاليه اهو وداخل وائل جمعه، انما ما ركزش وائل وتطلع كره بره الملعب اهو. واخيرا يصفر الحكم الدولي الليبي عبد الحكيم الشلماني بانتهاء الشوط الاول الجميل من كلا الفريقين، بتقدم النادي الاهلي بهدفين مقابل هدف لكايزر تشيفز.